السلام، واش راكم؟ واش راه تكونوا كامل بخير؟ انا صافي الحمد لله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وليت نحب هذه النوعيه من الفيديوهات، يعني كي نبارطاجي معكم فيديو هكا يكون فيه كاش معلومه ولا ونقصر معكم هذا هكا فاس فاس بلا شغل بلا حتى حاجه واحده اخرى. انا اللي نقصر وانتم كنتوا تسمعوا ان ميم طون كيما انا ندير زعما ندير كاش بودكاست، ولا قلت انا متاثره كاع بلي بودكاست وننصحكم انكم تسمعوا لهم بزاف بزاف، حتى وانتي تخدمي في شغلك ولا معليش ما تتفرجيش عليا انا والله تفرجوا على لي بودكاست راح يفيدوكم بزاف بزاف بزاف. ونوعي يعني ما تمشيش في مواضيع واحده وتبقاي تسمعي فيها غير هي. انا نوعي المواضيع وسمعي هكا الناس كبار دكاتره في كل المجالات، في التربيه في الدين في اي حاجه، يعني في اي حاجه نحتاجوها في حياتنا، والله راح تستفادي بزاف معلومات. الا انت ماشي انسانه تحبي تقراي كتابات ولا راح تستفادي منهم بزاف بزاف. سينو نبداو الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا تاع اليوم اللي كاينه شويه واحد شي امورات اليوم انا جيتكم بلا ميك اب. بدا سيدنا رمضان راهو جاي، الواحد يستعد ينحي. انا عندي شوفوا ماسكارا، هي خلاص زعما ما نقدرش نعيش بلا ماسكارا، نعيش بلا انتيسير، نعيش بلا اصلا ما نديرش في وجهي، يعني ما ماشي من النوع اللي نحب قلت لكم ماشي من النوع اللي نحب هكا زعما طبقات في وجهي. مي الماسكارا هي حياتي 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 فخلاص يعني نقولوا نبداو هكا نقصوا غير بالعقل، حتى بالعقل حتى يلحق مشاغبه. انا عندي مشاغبه يا ربي. المهم نقصوا غير بالعقل، حتى درت لكم تذكير يلي تحبوا ديروا ميك اب وتخرجوا غير بالعقل، ما تخلعوش الناس ضربه واحده بالعقل هكا ونقصوا. ان شاء الله يجي رمضان بالصحه والهنا يا ربي. سينو يعني بمناسبه تاع الحيض اللي راهم ورايا الكحل، كاينه بزاف يقولوا لي ياسمين بدلي الحيض الكحل، بدلي الحيط الكحل. هلا راكم مقلقين؟ ليه راكم مقلقين؟ انا الحاجه الاولى في البدايه انا كنت معترضه، يعني كي نبداو نهضروا على الدار كامل، ومن اكثر الحاجات اللي راهي مقلقتني الا انتم قلقكم الحيط الكحل. عندي هنايا عندي هذا اللي اونفاس لي قدام، هم في زوج هنا في صالون مونجي. انا من اكثر الحاجات اللي مقلقتني في داري وهو الكوزينه، المطبخ. انا الكوزينه ضربت لي عبالكم واش معناتها تاتي كوزينه اكي فيها قريب يعني نهضر على روحي انا ما نقولكمش 24 ساعه، من 15 ساعه نورمال في الكوزينه انا نورمال عادي، ما مانيش ندير في كاش حاجه نموت ونريح زعما راني شاعله كاش حاجه سورتو هكا في الشتا، شاعله كاش حاجه في الفوغ ولا نجيب الطابي قدامها، نجبد طابي في وسط الكوزينه، نجبدو غير الحيط باش نتكا ونقابل الكوزينه، راني شاده تليفوني ولا مع وليدي، ولا نحب نقعد في الكوزينه مع عبالي اللي داير لي على الكوزينه، نحب القعده تاع الكوزينه. الوغ انا نورمال 15 ساعه نورمال نجوزها في الكوزينه. تخيلوا الكوزينه اصلا ماشي عجبتني، من حسن حظي الكوزينه خرجت لي كبيره ما شاء الله ما شاء الله، مي حمراء وي ما يطناجيري حنغرق. ما لا اقبلها. انا هذه كنت معترضه عليها جمله وتفصيلا، مي جات هذه في هذه مع التجهيزات على البديه، وانا كنت مدوخه كاع في البديه، ما نعرف راسي من ساسي في هنايا واش كاين واش ما كاش واش نديرو، اوبليجي نديرو هذيك ولازم نديرو هذيك. شو حنا عندنا كنا في التجهيز نعاود نولي بكم الذي مضى. شو حنا ما عندناش هذيك تاع الزاميه في كل حاجه، ولا ماشي حنا بالك حنا إيه، انا نهضر على نفسي انا شخصيا ما عنديش الالزاميه، يعني ما عنديش تاع بالسيف ندير هذيك الحاجه ولازم ندير هذيك الحاجه وندير كيما الناس وندير كيما الناس. انا عرسي كنت معترضه عليه، ماشي حابه ندير عرسي في الجزائر. الام الكريمه نبع الحانه قالت لك نو لازم ندير فال هكا على الاقل عشيوه ولا درنا عشيوه. فانا حتى ديك الشيء كنت حبتها، يعني كنت حابه ندير كش حاجه هكا ونديروها صدقه برا. مي الام الله غالب انا نغضبوها وانا رايحه قلت لها ماشي مشكل. ف يعني ما عنديش انا من لا الزم، انا لا الزم لا من العائله لا من المجتمع، لا ما عنديش هذيك تاع الزاميه زعما كيما داروا ندير. كل واحد يدير شي راه باغي. المهم كي جيت لهنا لقيت بلي نو لازم نديرو صالون، لازم نديرو شومبر دونفون. كي وين جاو الدراري نمشي ندير شومبر لازم تندير وتتفرش ويتشرى لها الديدغا يتحطوا في الخزانه تاع لي زونفون اللي مازال كاع ما جاوش،
وشنو ثاني شو بزاف صوالح. فلقيت حسيت يعني في هذيك الفتره كنت شتو زوبعه، كنت في زوبعه، شو بزاف امور لازم يندروا. نقول يا ودي خليك ما ديش، خليك ماشي لازم، لا لازم غادي يقولوا زعما كيفاكي ماشي مصريه ما عارفين. كنت تخمم وانا ماشي عاجبني الحال، يعني ندير اكثر الحاجات اللي كانت زعما مقلقتني يعني في البدايه تاع زواجي. ما نورمال جيت عرفت عقليتهم كيفاش دايرين، عادي مي ما عندها حتى لازمه. يعني لو كان كنت شويه في البدايه مسيطره ما نديرش، وخلي اللي ما عجبوش الحل اللي يحب يضحك يخبطوا راسه مع الحيط كما دخلني. مي ماشي مشكل، ماشي خساره، جات هكاك وكذبت هكاك. فقلت لكم الكوزينه تاعي كانت في وسط المعمعه والزوبعه. انا كنت معترضه على لا دات دو سول باسكو ديجا دينا الدار هكا ماشي حنا خدمناها، فاهمين؟ يعني انا اعتراضي كان انه ما نديرش هذو الامور زياده. قلت له ما تجيبش هذيك وما تجيبش هذيك ودير هذه زعما الكوزينه بدلها باسكو الدار شديناها كيما راكم تشوفوا فيها. الحاجه اللي ندارت انه تعاودت تصبغت هكا ولات باش تبان جديده، فهمتوني؟ مي حنا ديناها كيما راهي، ما كان حتى حاجه زعما زياده حنا درناها فيها ولا سقمنا ولا بنينا، نو ما كان حتى حاجه ابار الصبيغه باش الدار كيما نقولوا لها دينا لها لمسه نظافه. هذا ما كان مي ماشي حنا اللي درنا اخترنا الالوان. السيراميك الكحل ماشي حنا اخترنا انه يكحل، جامي غيكون هذا اختياري. دخلتك معايا في واحد شي ذكريات مؤلمه بالنسبه ليا، وكل يوم نفكرها الزوج الكريم نفكروا فيها. فقلت لكم انا من اكثر الحاجات اللي نقولتني هي الكوزينه سيداتي، هي اللي الاحمر اللي حس بالخاطر كي ندخل الكوزينه. شغل دير لي ستريس وطو حاجه شتو تكوني ماشي حبتها هكا في وجهك. نو فكل مره نقول نبدلوها وما تكتبش. فان شاء الله بربي انتظروا، لانه كاينه واحد التغييرات كبيره لازم فمي هذا نخيط عليكم والله. يعني لي ريزو سوسيو ابتلاء، دائما نقولها هذا ونعترف. يعني مانيش زعما نقول لك نورمال، نو ابتلاء. علاش زعما نتوما دوكا اسير كما تقربوا يا ماما، نتوما دوكا اللي راكو قاعدين تخبوا حياتكم وزعما ديروا حاجتكم كا في الستر بعد الناس يسمعوا حاله، والله غير هذه نعمه راكو عايشين فيها. مي حنا نهضر على نفسي انا واغلبيه اللي راهم في لي ريزو سوسيو ما نحسوش بمتعه الحاجه غير الا خرجت من فمنا وتصافي هكاش حاجه. انا عارفين بلي كاينه هضروا ماشي كاع الناس طيبه وماشي كاع الناس، ما تكون الناس طيبه العين تجي قادر الانسان وحده يعين روحه، ماشي معناتها اللي عينك ما يحبكش، فهمتوني؟ المهم قلت لكم ماشي لازم اللي عينك تسبق العين تسبق عندك ما ديري. فانا عارفين بلي كاين هضروا تقدر تصرا كاش حاجه نهضروا كيما انا دوكا ماشي اوبليجي نقول لكم كيفاش كاين حكايه بالك شي وحده توقف قلبها بصح هضرتها تالغ مرض. وهذيك هي المتعه تاعنا، انه لازم نهضروا ولازم ناخذوا فيها ضربه باش صاي سولاجيو. المهم ربي يهدينا ان شاء الله، وربي يعفو علينا من هذا الابتلاء باذن الله. قولوا امين. نبدو صح من نيتكم ماشي تمسخر يدكم وقولوا امين يا رب. حاجه واحده اخرى اللي الناس يسقسوني عليها ولا نلقاها بزاف لي كومونتير، ومن اكثر التعليقات اللي تستفزني، علاش ما تدوش السلعه تاع الجزائر تبيعوها في مصر؟ اسكو تهضروا باش تهضروا برك؟ يعني تعلقوا غير باش هكا تعلقي ما كنتي ما فاهمه فيها ما قال لك المهم تهضري. انا دوكا ساعدتني كي نهضروا على مصر والجزائر كاينه فرق عملات. هذه الحاجه الاولى اللي تتحكم في اي تجاره تندار من مصر للجزائر ولا من الجزائر لمصر، على اي اساس راح ناخذ القرار. نشوف العمله تاع هذه البلاد ونشوف العمله تاع هذه البلاد. في مصر الدولار يدير طون، في الجزائر الدولار يدير طون. وانا الميزانيه تاعي اللي حنبدا بها وين راهي متوفره. دوك انت تقولي لي جيبي قفاطن من الجزائر بيعيهم في مصر. القفطان شحال يدير؟ قفطان بما انه حنجي لهنا ديجا هنايا كاينه قفاطن، يعني باش ما ديريش في بالك انه ما كاش كاينه قفاطن يشرو قفاطن هنا. مي للاسف انه القفطان هنا ماشي واخد حقه، كاينين ويتباعوا زعما تلقاي القفطان هنا ب2000 جنيه، يعني بدراهم الجزائر مليون ولا. مي حتى لو كان يدير 10 ملايين كاينه اللي دايرين القفطان كانه عبايه استقبال. بالك هذه المعلومه ما كوش عارفينها.
دايرين كأن القفطان عباية استقبال. يعني انا كيشوفوني هكا كاينين بعض الناس اللي كي كنت نلبس القفطان ونروح به للعراس ومن هنايا يحسبوها عباية استقبال. تقولي زعما هذوك الصفراوات المسمومات منا، تقولي عندي عباية كيما تاع سوري نو حبيبتي هذه ماشي عبايه، هذا قفطان. نقول لها شحال شريتيه؟ تقول لي شريته نقول لها على هذيك بيتي بلي جريتيه رخيص بزاف والله، وتقول لي عبايه شحال شريته على هذيك الكلمه تاع عبايه بيتي، شغل تقول لي شريته ب10 ملايين، نقول لها رخيص انا تاعي يدير 20 مليون. فهمتوا؟ كاين هنا شويه بزاف مسمومات، كاين اللي يبينوا كاينه حبيبتي. المهم فهنا دايرين ان القفطان يتعاملوا معاه على انه عبايه استقبال، عبايات شغل تاع دار. فهمتوا واش معناتها شغل دايرينو باللي هما في العرايس كيدوم زعما كيجوهم من يهنوهم الناس في البدايه ومنا يلبسوا القفطان البيتي، ما يقدروش يشوفوه على انه حاجه كلاس ومنا. سيداتي انا عن نفسي اخترت هذه الحاجه، يعني اخترت نبيع هذا المنتج. عندي هذا المنتج دوكا انا خلاص اخترت اني نشريه ونبيعه في بلاد واحده اخرى. صح انتي كيما واش عاجبك واش راني ندير، ديري العكس، اشري المنتج من هذه البلاد وديه لهذه البلاد وسوقي له وتعبي عليه. فهمت؟ يعني لازم تبداي من درجه جديد لانه حتبيعيه عند فئه اللي ما تعرفكش. انا درت المنتج عند فئه تعرفني، عندي ناس يتبعوني الحمد لله. العائله تاعي هنا في اليوتيوب اللي ما نشوفهمش دي زابوني، عندي الناس اللي تبعني في اليوتيوب. سما جبت لهم برودوي والله يعجبكم اللهم بارك، ما عجبكمش اللهم بارك ثاني عادي. فالعكس لما نبيع خالتي ما عنديش شكون حيتبعني هنا في مصر. يعني فهمني اغلب متابعين ولا كل متابعين في الجزائر. انا كنجيب برودوي من الجزائر نبيعو في مصر. لما نبيعو العجوزتي لما نبيعو زعما عجوزتي لبسها كراكو لمن يعني فاهميني برك الرحمه على والديك. كي ديروا تعليق وضحوا، قال اعطيني خطه على الاقل نعرف كيف نتناقش معك. قال ياسمين علاش ما ديريش هكا، على درتي هكا نو من الاحسن ديري هكا وتبيعيه المنتج هذا من الجزائر تبيعيه في مصر. واش دير اعطيني خطه تسويقيه يعني باش نبداها من الاول. واش دير انا خلاص الخطه تاعي بديتها في الجزائر الحمد لله وانا جايين المشروع تاعنا. فهكا راهي مساعدتني. انا حبيتي العكس ديري انتيا، ما تنتقديش يعني ما تقعديش تنتقدي في الناس اللي خدمت. انت كي تنتقدي فيا انا درت حاجه وسعيت فيها والحمد لله يا رب، يعني راضيه باي حاجه راهي فيها الحمد لله. ديري انتي العكس، يعني في اللي تنتقدي ديري العكس. الا كي شايفاته انه حاجه سهله ابدايها والرزق على ربي عادي جدا. حاجه واحده اخرى اللي حابه نهضر عليها وهي الحجاب. اي حاجه تندر ولا يعني دوكا كيما راني هكا تقدر تدخل ولا تقول ورا الحجاب الشرعي ماشي مشكل. حجابي وراه، يعني دائما نقرا حجابك وراه طار. انا حجاب كحجاب الحمد لله لبسي فضفاض، راني فرحانه بالمستوى اللي راني فيه، وين كنت وين وليت. كاين ناس بزاف على بالي من حبهم يجي يقول لك لاباس عليها هاي مسطوره. ما اوكي من قبل ولا كانت مسطوره كيف كنت مسطوره؟ يعني لا ما كنتش مسطوره، كنت نلبس لي بونطالون مع دي بول يعني حاجه قصيره فما كانتش فيها ستره. يعني مش حابه اصلا نعاود نتفكرها. ماشي ستره هذيك ماشي ستره الحمد لله. يعني حاليا اني فرحانه بزاف بالمرحله اللي لحقت ليها في اللبسه تاعي. يعني جامي كنت نتخيل روحي ابدا انه انا نلبس حجاب جامي ولا انا نولي نلبس دي غوب. كنت نشوفك شغل انا نلبس دي غوب انا نلبس حجاب الوغ لا حجاب. فالحمد لله يعني الحمد لله يا ربي، يعني فرحانه بزاف وان شاء الله نوصل اكثر من هكا. مثلا العيد انا حابه نعيد بجلباب نلبسو عاود نحيتو موراها. هذاك الشيء يخصني انا. وحش نحي خمار نحي جلباب ندير خطوه ندوقها زعما كيما دوكا ذقت الحجاب الشرعي اللي هو الخمار. كيما اللبسه تاعي مازالت هي نفس الحجاب اللي شريته كي درت الخمار الشرعي نفس الحجاب مازالني نلبسو دوكا ونخرج به، ما كان حتى تغيير. الحاجه اللي بدلت هو الخمار، يعني انه كان يندر هكا يولي مثل الله هكا كيما لا برنسيس. نو وليت نديرو هكا عاودت وليت نديرو هكا ونرميه للورا. ف راهو هنا او عندي
منين داك تبان لي ونخرج ونلبسو هكاك ونخرج به، بعد نحاول نحي ونعاود نلبس هكا. ربي يثبتني، راني في الطريق، يعني فهمتوني، انا راني في الطريق. نسيي نعاود نولي، نسيي زعما نضرب زوج خطوات نعاود نولي خطوه، نضرب 3 خطوات بعد نعاود نولي للور زوج خطوات. مي مانيش من بعد، مانيش نخرج كاع على الزرب. الحمد لله، يعني الحمد لله انا راني راضيه رضا تام على لبسي وتفكيري ونيتي، الحمد لله. لانه دائما يقعد هذا الحاجه بيني وبين ربي سبحانه. وننصح اي وحده تجرب الحجاب، جربيه، يعني جربي. يمكن ما تدخليش روحك في الناس انه يقولوا دارت ونحي. جربي حتى والا كي ناويه تلبسي وتنحي، جربيه، ما كيخاسر والو. لانه هذيك المتعه تاعو يعني دائما راح تقعد تدور في راسك. ديجا جربتي خطره وذقتي واش معنى تاع الحجاب الشرعي، راح دائما يعاود يولي في راسك. والله العلي العظيم مش عارفه التعبير اللي انا حنقوله صحيح ولا ما يليقش ولا مي هذا واش راهو في راسي، انه انوثتك كاع في الحجاب الشرعي وهذيك الستره اللي تكوني فيها، هذيك الانوثه الحقيقيه من الاخر. ربي يثبتني وربي ان شاء الله يردني ردا جميلا للحجاب الشرعي باذن الله. وكما قلت لكم اني حابه نجرب الجلباب، نجربه بحول الله ونشوف اسكو نقدر نثبت عليه ولا نعاود نولي الحجاب تاعي نديرو راس مالنا. كيفاش نحسبوا السعر تاع المنتج تاعنا، يعني على اي اساس، كيفاش نقدروا نقسموا. قال هذيك الحاجه نولي نبيعها بطون، هذيك الحاجه نبيعها 100,000، هذيك الحاجه نبيعها بمليون. على اي اساس نخيروا لي بخي؟ ماشي من راسك شريتها بكذا نبيعها بكذا، لا لازم يكون السعر الحاجه الاولى منطقي. فواحده واحده، هذا ابسط حاجه وهذا مجرد مثال فقط. انت عندك مليون ولا شيبا، المهم حبيتي تشري كاش ارتيكل ونقولوا مع بايش هذا القلم حبيتي تشريه يدير 100,000، الوغ نكتبوا انه عندنا لو برودوي يشروه من الجمله حتشريه ب100,000، يعني الجمله راح يبيع لك على اقل حاجه 12 حبه، 100,000 الجمله. واش راح نزيدوا لها هذيك ال100,000 باش نطيحوا في السعر النهائي تاعنا؟ يعني نعطيكم طريقه كيفاش تحسبوا بها، لانه كاين بزاف اصحاب مشاريع هكا صغيره تتلف لهم كيفاش يحسبوا المشروع تاعهم ولا لو بري تاع المنتج اللي راح يبيعوه هما. فعندنا 100,000 هو سعر المنتوج تاع القالم هذا، يدير 100,000، هذا مثال، يدير ما با 1000 راكو قايله. القالم تاعنا يدير 100,000 صح. 100,000 واش راح نزيدوا عليها باش انا نعطيكم الطريقه تاعي كيفاش نحسبها. الحاجه الاولى اللي نزيدوها 5,000 تاع واش هذه 5,000. هذه 5,000 راح تطلع، هذه 5,000 تاع الصداقه لا باز. الا حبيتي تنجحي، حبيتي دراهمك لو كان المكسب تاعك راح يكون 100,000، كي حابه هذيك 100,000 طيح فيها بركه، ديري واش راني ندير. والله العلي العظيم الا كي حابه دراهمك يكون فيهم بركه، حتى ولا تربحي غير 100,000، كي حابه دراهمك يكون فيهم بركه لازم هذيك شو كصباح الخير هذه بالنسبه ليا الدراهم صدقه. لازم ديري حساب الصدقه في دراهمك. يعطيك رزق ممكن باش تفيدي به اصلا الناس واحد اخرين، فهو اصلا ماشي تاعك. يعني هذه 5,000 اصلا ماشي تاعك، يعني فهمتوني، هذه تاع ماليها اللي ربي راه باعتها لك، واش مديها لماليها، فهمتوني. فاستغلوا يعني الامور هذه، 5,000 مدات في جابت في وسط الفايده تاعك. فانا عن نفسي لازم نحسبها هكا، يعني هذا ماشي رياء ولا مي، يعني نعطيكم الطريقه تاعي كيفاش نحسب بها انايا. عندنا 100,000 قلنا نزيدوا لها 5,000 درهم صدقه، كتبي هذا المنتج. هذه 5,000 تاع صدقه، نزيدوا لها دراهم 100,000 الفايده تاعنا. نزيدوا لها على كل منتج نزيدوا لها 3000 تاع لومبالاج تاع المنتج هذا. المنتج ما تشريه هكا من الحانوت تمديه لا كليونت هكا، راح تنباليه مثلا كيما الحوايج راح دير لهم هذاك الترانسبارون تاعهم ودير لهم الساشي تاع لومبالاج الكبيره كيما انا نبيعها لكم، اللي تدوها هذيك الغاز الكبيره ولا دي فوا بلون. لو كانت تصرفي 1000 راك لازم تحسبيها. وإلا بديتي مبدا انه خلاص ما نحسبش هذوما لي شوت، في لافان راح تلقاي روحك وليتي يعني راح تبيعي اول مره وخلاص ما راحش تزيدي. يعني ديري مليح في بالك، حتى ولا بعتي كميه كبيره بالعكس قد ما راح تبيعي كميه كبيره قد ما لي شوت اللي ما حسبتيهمش في البدايه هما اللي راح يكونوا سبب الخساره تاعك في المشروع تاعك. يا دوكا رانا نديروا منتج نجيبوه من مصر للجزائر. فالحاجه اللي راح نحسبها في المنتج، وهذه هي اللي راح تدير فارق كبير. المنتج هذا شحال يدير؟ يعني مثلا هذا المنتج اللي شريناه ب100,000 شحال يوزن؟
مثلا يوزن كيلو، فشحال راح نزيدو عليه سيداتي؟ راح نزيدو عليه 150,000 للكيلو. مبلغ صعب جدا، يعني هذا هو الحقيقي في كاع واش رانا نحاسبو، هي 150,000 للكيلو. لانه كاين اكثر سؤال يلحقني، اكثر سؤال: شحال تشحنوا من مصر للجزائر؟ شحال تشحنوا من مصر؟ الكيلو هو 150. مثلا انا عندي جبب، الجبه تاع القطيفه توزن كيلو، يعني ما فيها حتى هضره. الكيلو تاع جبه قطيفه راح نحي منهم 150,000 نمدهم لشركه الشحن. شركه الشحن، نهضر على شركه الشحن ماشي اللي يدو كابا، شركه الشحن ماشي اللي يدو كابا. بالنسبه ليا هذا هو العائق اللي ما خلانيش نولي مليونيره هو مصاريف الشحن. يعني نقدر نقول لكم راهم يدو اكثر مني. يعني انا الا راح ندي الفايده تاعي في المنتج 100,000، هما يدوا معايا 150,000 بصحتهم على كل حال. بسمعني عطيتهم برضايتي بكل قوايا العقليه بصحتهم عادي. مي هذا هو العائق تاعنا في المنتج. انا باش نزيد الفايده اكثر ما حبيتهاش بصراحه، ولا ماشي حاليا، ولا مش مازال ما خممتش فيها. مي اللي راهو صاير حاليا هو واش راني نقول لكم. بالنسبه اللي يجيبوا الحاجه من برا، الا انت راكي من الجزائر تنحي 150,000 وتحسبي الدراهم. مثلا كي تشري من ولايه واحده اخرى، يعني كي تروحي تشريهم من سطيف، ولا تروحي تشريهم عباليش انا من اري تعطي للجزائر تقضي، ولا من عند اي تاجر جمله، احسبي المصاريف. كي تروحي بطوموبيلتك احسبي شحال راكي تخسري ايسونس في هذيك الطريق، من دارك ولا من البلاصه اللي راكي فيها حتى للمحل تاع الجمله الي روت. شحال كتصرفي ايسونس في الطوموبيل تاعك؟ الا انت راكي تخلصي ترونسبور، احسبي شحال من خطره رحتي لهذيك البلاصه، رحتي وليتي وشحال خلصتي. اقسميها على الكميه اللي شريتيها، المنتجات اللي شريتيها، زعما 50 حبه، اقسميها على 50 حبه، طاحت لك 100 دورو. زيدي 100 دورو في كل منتج، دراهم المصاريف اللي صرفتيها على التوصيل باش قضيتي هذاك المنتج. اي دورو صرفتوه باش روحتوا وصلتوا ولا جبتوا هذاك المنتج لباب داركم يتحسب. النقطه هذه ممكن راح تلعبي عليها. مثلا انا في الجبب كاين بزاف في الجزائر اللي راح يبيعوا، اللي راهم يبيعوا سلعه تاع مصر. يعني لقيت بزاف، يعني من قبل ما كنتش نعرف، ملي كي دخلت في الدومين اكتشفت محلات بزاف يبيعوا منتجات تاع مصر. ديجا نهار اللي نروحوا لسوق الجمله في الحوايج نلقى بزاف جزائريين، يعني بزاف جزائريين يقضوا سلعه تاع مصر، وكاع محلات يعني كاع تجار كبار. فكي وليت نعرف الاسعار، يعني مثلا الجباب اللي انا نبيعهم يعني يبيعوهم 800، يبيعهم نفس الموديل اللي انا نبيعه، يبيعوا 800، يبيعوا 900، وما راهوش غلط لانه هو محل راح يخلص سكرا، يخلص تريسيتي، يخلص، يعني فهمتوا. يعني هذا شيء طبيعي. يعني اي حاجه راح تحسب على هذيك. نقول لكم اي حاجه تصرفوها راح تحسبوها. يعني حتى هو يقسم كيما احنا قسمنا غير 3000 حسبناها في منتج. فتخيلوا هما عندهم دراهم تاع كرا، وكل محل شحال كرا تاعو. كاين محلات الكرا تاعهم من بين المحلات اللي شفتو يبيع في بليده العبايات المصريه، الكرا تاع المحل هذاك 30 مليون. فشيء طبيعي انه يبيع الجبه ب 800 ولا 900 الف. نفس الجبه اللي انا نبيعها ب 490 و 520 هو يبيعها ب 800 الف. فيعني هذا مجرد مثال فقط. فانا خلاص النقطه اللي نقدر نلعب عليها هي السعر باش نكسب الناس. بما انه هو محل ويخلصوا منا ومنا، انا ماشي محل، انا ما عندي لا كرا ما عندي، فما راحش نبيع كيما يبيع هو ب 800 الف. نو، حاجه ولا شريته بسعر اقل من هكا حرام. يعني الا بعته ب 800 الف ما عنديش المصاريف اللي عند المحل، فخلاص راح ندي الفايده تاعي اللي صافا راح تكفيني وتقنعني واني راضيه بها. فهذه هي الطريقه اللي راح تحدد ثاني السعر تاعك شحال راح يكون، انك ديري دراسه للسوق اللي راكي فيها. سينو نقول لكم استناو الفيديو الجاي، لانه راح يكون حاجه طلبتوها. يعني حيكون ديجا عرضه مع العجوزتين اللي جات معهم ما شاء الله بربي. فراح ندير لها عرضه، وراح ندير حاجه اللي نتوما طلبتوها مني هذا شحال. يعني حاجه بزاف كنتوا تحوسوا عليها، وراح تكون جديده بالنسبه ليا وجديده بالنسبه لكم. فتحمسوا الفيديو الجاي، لانه انا راني متحمسه له بزاف. فان شاء الله بربي باذن الله الفيديو الجاي راح يكون بزاف شباب. استناوه هكا نكونوا كملنا الفيديو تاع اليوم. تهلاو في وقتكم، نتلاقى بكم في الفيديو الجاي ان شاء الله ربي. سلام.